أنا الآن متواجد في حي العزيزية في مدينة حلب. كما تشاهدون خلفي تماما بعض الشابات والشبان يقومون بتزيين شجرة عيد الميلاد للتجهيز لاحتفال رأس السنة. السلام عليكم. وعليكم يعطيك السلام. العافية. يا هلا. كيف الأجواء بحلب؟ والله كتير منيح الحمد لله، والأمور رواق، بس إن شاء الله يصير أمان أكتر، نقدر ننزل ونطلع ونمارس حياتنا بشكل طبيعي أكتر. شو عم تعمل هلا؟ والله ولا شي، نزلنا هيك نتمشى نشتري أغراض للبيت، لبنة جبنة. عم تطلع وتفوت ولا عم نطلع ونفوت، لا رواق عادي. حدا عم يزعجكم؟ لا أبدا، لحد الله ما حدا حكى معنا نهائيا ولا حدا تعرض لنا. الله يعطيك العافية. شو اسمك أنت؟ مريم. كيف الأجواء بحلب؟ الحمد لله بخير، كتير رواق. شو عم تجهزوا هلا؟ حاليا يعني شوي للأعياد وهيك لازم نبلش يمكن. حدا عم يزعجكم هون؟ لا لا الحمد لله الأمور كتير بخير ورواق، وبنتمنى ما يكون في ضرب بس طيران أو شيء، لأنه كتير عم نخاف بصراحة. شو صعوبات عم تواجهكم هون؟ هلا بصراحة بس مبدئيا أصوات الضرب، طيران كتير، بس تطلع طيارة الشعب كله عم بخاف، برقد على الغرف جوا وهالأمور. وبس حاليا عم نستنى بس يخف الضرب حتى نحسن نطلع على الشوارع نمارس عن جد حياتنا الطبيعية بقى. إن شاء الله. شو بتتمنوا؟ السلام. إن شاء الله. كما سمعتم متابعينا الأعزاء، معظم الأهالي في مدينة حلب يعيشون حياتهم بشكل طبيعي. اليوم خلال تجولنا في مدينة حلب معظم الأسواق مكتظة بالناس، وبدأت الحياة الطبيعية، وبدأ الأهالي يمارسون حياتهم بشكل طبيعي. لجريدة زمان الوصل، أنور عبد اللطيف، مدينة حلب.